مشكلتي مع كابتن احمد سليمان هو واللي زيه او اللي شبهه او اللي بيفكر بنفس طريقته عنه هم كتير جدا للاسف يعني. ان هو كل حاجه والعكس، فاهم؟ ميكس بيبقى فظيع في نفس الحلقه، في نفس الفيديو، في نفس المده الصغيره بتاعه الفيديو هتلاقي بيقول كلام وعكسه. يعني مع المهيب طلع طبعا اتكلم امبارح وبيقول لك ايه؟ بيقول لك المفروض ان انا معترض على طريقه المعامله لعيبه الزمالك مع منتخب مصر. يعني ازاي حسام عبد المجيد ما يلعبش، وازاي مش عارف مين ما يلعبش، وازاي مين ما يلعبش، وفي وسط الكلام قال لك وشحاته نزل واتصاب. طب انت عايزهم يلعبوا ولا ما يلعبوش؟ يعني لو لعبوا واتصابوا معترض، لو ما لعبوش معترض، لو ما اتضموش معترض. هو معترض على كل حاجه. هو ده الفكر السائد عندهم، ان هو دايما عايز يعترض عشان خاطر يبين ان هو دايما ضحيه وان انت دايما بتتجامل. هي دي الفكره. برضو بنفس الحلقه ونفس الفيديو بيقول لك ان ازاي مثلا ينضم اتنين في نفس المركز من نادي واحد. طبعا كان سيد حفيظ بيرد عليه بيقول له انت لو قصدك على الشناوي وشوبير، قال لا مش قصدي على امال قصدك على مين؟ هم دول اللي منضمين من نادي واحد. قالوا لا مش قصدي، ما هو في عمر كمال واكرم توفيق، واكرم توفيق ما اتضمش بس برضه جاب سليم من الاهلي. انت فاهم؟ يعني هو كل حاجه لازم يقولها والعكس. صباحكم اهلاوي، صباحكم اهلاويه. وانا نتكلم كده نرد على كابتن احمد سليمان طبعا اللي قال كلام غريب وعجيب كالعاده بتاعته وبتاعت طبعا اغلب اخواتنا الزملكاويه حبايبنا واخواتنا والله. بس كلامكم بيبقى صعب قوي. المهم يا صاحبي، طبعا بقالي في فتره التوقف ده ما بحبش اعمل فيديوهات قيل وقال وبيبقى كلام كتير وهنا وهنا، وانا بحب اريح دماغي من الفتره دي بصراحه. فطبعا الصفحه بتتاثر شويه، فمعلش لو عجبك الفيديو لايك كده وكمل الفيديو ونخش في الموضوع على طول. كابتن احمد سليمان معترض على طبعا مصطفى شوبير ان هو يقف حارس، وفي وسط الاعتراض قال لك ده اللي هو يعني محطوط في جائزه احسن حارس في افريقيا دي مجامله لمصطفى شوبير. بيقول لك انا ما شفتوش عمل حاجه، شفت عمل ايه؟ فكابتن سيد طبعا رد عليه رد ابن لذينه. قال له انت هتلاقيك ما شفتش، ما اتفرجتش، كان عندك شغل او حاجه انت ما شفتش. على اساس ان هو ما كانش بيشارك في البطوله. بس يا كابتن احمد للعلم بس كابتن مصطفى شوبير عمل 9 كلين شيت، 9 كلين شيت في بطوله انت مش عارف توصلها بقالك 3 سنين. ولما بتوصل قبلها يعني ايه الله يكون في عونك بقالك 23 سنه بتبقى ايه مرجحه بمعنى كلمه مرجحه يعني. اللهم ان سنتين طبعا اللي انت وصلت فيهم للنهائي طبعا خدت قضيه من النادي الاهلي، وكان في برضه 3 مباريات هزيمه من صن داونز في نفس البطوله، رقم قياسي ما حدش عمله غير نادي الزمالك طبعا مع كامل التقدير والاحترام. ف9 كلين شيت يا كابتن احمد في بطوله افريقيا، ومش في ادوار مثلا اللي هي البدايه، لا ده من بدايه المجموعات والادوار الاقصائيه. يعني مصطفى شوبير عمل كلين شيت مع مديوم الغاني في غانا، مصطفى شوبير عمل كلين شيت مع شباب بلوزداد في الجزائر، شباب بلوزداد اللي كان كسبك رايح جاي، تمام. مصطفى شوبير عمل كلين شيت مع يانج افريكانز هناك في طبعا في تنزانيا وهنا، وسيمبا بعدها التنزاني برضه هناك وهنا، وبيلعب طبعا في توقيت ما يعلم بالله ربنا، وطبعا على ارضيه ملعب مش هتبقى افضل حاجه، مديومه ومش عارف ايه وكلام من ده. طب بعد كده لاعب مازيمبي ده استاد الرعب اللي انت كنت اتغلبت اخر مره لعبت مازيمبي تقريبا، كنت اتغلبت 3-0 اللي هي البطوله اللي هي بتاعه القضيه، برضو كنت انت قابلت مازيمبي واتغلبت هناك على الملعب ده 3-0 بسبب طبعا الاجواء وارضيه الملعب ومش انا عذرك. بس مصطفى شوبير عارف يطلع منه بكلين شيت، وبرضو هنا في استاد القاهره الحمد لله طلع برضو كلين شيت. بعدها لعب الترجي ماتشين برضو هناك وهنا، والحمد لله برضو طلع كلين شيت. لما ده ما ياخدش احسن حارس في افريقيا مين اللي ياخدها؟ والله العظيم يعني بكل امانه. بص انا بكلمك بسلاسه ازاي والدنيا سهله وجميله، ولا هتعصب بقول لك انت بتقول ايه ده انت ما بتفهمش حاجه، لا خالص، بالراحه يا صاحبي. اقنعني مين اللي ياخد احسن حارس في افريقيا؟ مين؟ عواد مثلا؟ او محمد صبحي اللي ما شاء الله لو جبنا الليسته بتاعتهم كده والارقام بتاعتهم هتلاقي مثلا ممكن داخل في عواد مثلا او محمد صبحي بتاع مثلا حسبه 60 جون في 40 ماتش مثلا، انت فاهم؟ يعني حاجه بتبقى جميله وكوميديه. فمش عارف والله يا كابتن احمد سليمان، انتوا مشكلتكم عموما والله العظيم دايما رابطين، يعني لازم اسم الاهلي ده يجي في اي جمله مفيده وخلاص. انا زي الاهلي، انا لا ده انا احسن من الاهلي بيتجامل، الاهلي مش عارف ايه مع منتخب مصر ومع الاتحاد الافريقي ومع الكاف ومع الفيفا. يا راجل ده انتوا بتقولوا على الفيفا ان هو بيجاملنا عشان خاطر بطوله الانتر كونتيننتال. وبتقولوا الفيفا مش معترف بيها، قام راح لسعكم وقام منزل على الصفحه الرسميه. فانتوا عايزين ايه والله بجد؟ انتوا هتعيشوا امتى؟ هتعيشوا حياتكم امتى؟ وهتعيشوا وضعكم امتى؟ وتاخدوا يعني ركز في حياتك، ركز في مستقبلك، ركز في دنيتك، ركز في فرقتك. والمضحك بقى برضو من ضمن الحاجات المضحكه اللي قالها كان بيقول لك بيقول لك انا هطالب مجلس الاداره عندنا بما اني مشرف على الكوره. مشرف على الكوره ايه بس يا راجل؟ ما علينا. المهم بما اني مشرف على الكوره ان انا همنع اللعيبه ان هي تنضم لمنتخب مصر. هيصه هي مولد.
وانت متعود على كده يا كابتن احمد. والله انا عارف ان انت مالكش في اللوايح ومالكش في الكلام ده، وبتاخد كل حاجه هنا في مصر بالصوت العالي، والناس اللي بتجاملكم والناس اللي بتحتويكم والناس اللي بتعمل لكم اللي انتوا عايزينه مفكرونا بقى هيصه كده في العادي بقى. يعني والله انا بطالبك ان انت تعمل كده، عشان بس ساعتها تشوف بقى الوقف اللي هيجي لك وانت مش ناقص. والله العظيم انت ما ناقص، انت عمال كل شويه كل ما تيجي تفك وقف يجي لك وقف قيد، يجي لك وقف قيد، هتوقف تاني يا ابني يا ابني. ركزوا بالله عليكم. يعني ممنوع يا كابتن احمد، ممنوع. مفيش فرقه في العالم تقدر تمنع لاعيبتها انها تنضم لمنتخب بلادها، ولا تتعرض بقى للمساله القانونيه من الفيفا، واستحمل بقى العقوبات اللي هتجيلك. هتقول لي ما اصل بيقول لك في انديه ثانيه عملت كده، قصده طبعا على مين؟ على النادي الاهلي. هو ما عنده، بصوا يا جماعه ما بيشوفوش والله في حياتهم غير النادي الاهلي، بس مشكلتهم ان هم مش عارفين يفرقوا بين المواقف. يعني مثلا ايه؟ النادي الاهلي لما منع لعيبته انها تروح للمنتخب، منعها بره الاجنده الدوليه، ليه؟ عشان ده حقي، انا بدور دايما على حقوقي وباخد حقوقي باللائحه وبالقانون، مش بالهنبقه والصوت العالي والكلام الفارغ. معايا؟ فالمشكله كانت حصلت ان كابتن حسام حسن ما كانش نفذ الاتفاق اللي بينه وبين كولر. احنا كنا بنسيب اللعيبه قبل الاجنده الدوليه عشان خاطر مصر وعشان خاطر الوطنيه وعشان خاطر الكلام الجميل طبعا ده كله. وكابتن حسام حسن خلى بالاتفاق اللي كان عامله مع كولر، وكان لعب اللعيبه بتاعت النادي الاهلي زياده عن اللزوم، وطبعا ايه اللعيبه اتاثرت وكنا داخلين على بطولات. فالراجل قال لك لا خلاص بقى رسمي ميري، انت عايزهم امتى؟ عايزهم في الاجنده الدوليه. خلاص يا باشا، وقت الاجنده الدوليه اللعبه هتكون موجوده عندك في المعسكر. ده النادي الاهلي، السيستم اللي موجود ده، القانون، اللوائح، الحاجات اللي انتم ما تعرفوهاش والله. لكن الهنبقه بتاعتك دي اللي هو انا همنع على اللعيبه انها تروح، انت مش بيلعب في الشارع يا كابتن احمد، عيب والله. اللي يغيظك ان ده مسؤول، ومسؤول كبير في النادي، يعني مش مسؤول حتى صغير. لما يطلع منه الكلام ده، تتوقع بقى الناس مثلا اللي هتخش تشتمني دول هتستنى منهم ايه؟ هتستنى ايه من الناس العاديه لما يكون مسؤول كبير في نادي الزمالك وبيقول الكلام ده وهو ما يعرفش حاجه عن اللائحه؟ فمتوقع من الباقي يعني. والله يكون في عونكم، والله العظيم انا مش بيصعب عليا قسما بالله غير الفئه اللي هي المحترمه في جمهور نادي الزمالك. هم طبعا قليلين للاسف، بس والله بيصعبوا عليا، لانهم يعني انا اعرف ناس منهم والله العظيم ما بيبقوش طايقين اي حد من الناس دي، ولا من مجلس الاداره بقى، ولا اللعيبه اللي بتاعه البوم والطخ، ولا المواقف اللي بتحصل دي كلها ما بيبقوش راضيين عنها. بس ما علينا. المهم يا كابتن احمد، حاولوا والله العظيم بجد تشيلوا الاهلي من دماغكم، مش هيعمل لكم اي حاجه والله. كل اللي انتوا بتعملوه ده ولا هيفيدكم ولا اخركم هتاخدوا شويه احتواء بالايه، بالهنبقه والصوت العالي والكلام دوت، بس برضه مش هتقدر تجاري النادي الاهلي. عايز تجاريه اشتغل زيه، حط عندك سيستم، عندك لوائح، عندك قوانين، اشتغل عليها، عندك ثواب، عندك عقاب، حاولوا تشتغلوا يا جماعه والله. سلام.